ورجعت لكم بتغطية ثانية، ولكن هذه المرة عن المسار السياحي لكن في اتجاه ثاني. لكن في الليلة تعرفنا على المرشد السياحي الأستاذ حسين العبادي والأستاذة فاطمة الحوري. الرحلة كانت جميلة، واللي لفت انتباهي مشهد الطفل اللي كان يقرأ الأبيات الموجودة على جدار متحف عشتاروت. هذه الفقرة كانت جميلة جدا. بعدها انتقلنا إلى منطقة ثانية اللي فيها بيت الجشي، وبعدها انتقلنا إلى الصابات، ومن الصابات اتجهنا إلى بيت السني، واستقبل المجموعة الأستاذ إسماعيل هجلس. ما راح أتكلم عن المعلومات اللي تم ذكرها في هذه الوقفة، لكن راح أتكلم عن جانب ثاني، فريق الضيافة اللي كان متواجد في بيت السني. لفت انتباهي أشياء في هذا الموضوع، وتكلمت يا مسؤولة الضيافة. خلونا نسمع وإيش كانت تقول. نهتم في المسار السياحي بتقديم المأكولات والمشروبات الشعبية مثل الشاي والليمون العماني والكرك والشباتي والممروس. شكرا فريق الضيافة، شكرا المسار السياحي، وأتمنى لكم التوفيق.